ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل صحة واحسن حال. فيديو جديد، والفيديو بتاع النهاردة كله هيكون برعاية فريدة، علشان هي بقى خلصت امتحانات خلاص وبدأت الاجازة، فعايزة تعمل في يومها كذا حاجة كده. فقلنا نشارك معاكم بقى الحاجات اللي هي عايزة تعملها. فلو عندكم بقى بنوتات حلوين كده زي فريدة، خليهم يتفرجوا على الفيديو علشان يتشجعوا معانا، وكمان يقدروا ان هم ياخدوا من الفيديو افكار علشان يعملوها في الاجازة بتاعتهم. هي فريدة بقى بعد ما صحيت من نومها وعملت كل الحاجات اللي المفروض تعملها الصبح، قالت بقى ايه؟ ان هي عايزة تعمل السرير بتاعها والأوضة بتاعتها، علشان الأوضة بتاعتها والسرير بتاعها يبقوا مترتبين كده. ولو حابة ان هي تقعد في الأوضة شوية، فالأوضة تبقى رايقة وسريرها كده ايه، رايق. هي بصراحة مش بتعملهم في الأجازة بس، هي بصراحة أصلا بتعمل سريرها وبتروق أوضتها في العادي، يعني حتى في الدراسة يوميا بصراحة. فدي حاجة هي بتعملها يوميا، مش شرط بتعملها في الأجازة. فكل اللي هي بتعمله بقى النهارده ان هي يا دوبك بتسوي السرير كده، وبعد كده لو في اي حاجه محتاجه ان هي تتشال في الاماكن بتاعتها هتشيلها. لكن هي بتعمل الجزء بتاعها بس. الجزء بقى بتاع اختها عشان هي لسه ما خلصتش امتحانات، فبعد ما فريده تخلص الجزء بتاعها انا بقى هعمله لها، لان اختها طبعا عندها امتحانات وعندها مذاكره وعندها دروس، فمش فاضيه نهائي. فانا هعمله لها علشان خاطر ايه؟ يعني تبقى الاوضه كلها كده مترتبه، ما يبقاش جزء مترتب وجزء لأ. وبعد بقى ما أختها تخلص امتحانات، بعد كده بيبقى بالدور، كل واحد بيعمل بقى الجزء بتاعه، يخلصه ويخرج من الأوضة، التانية تخش تعمل الجزء بتاعها، علشان خاطر تبقى الأوضة كلها كده ايه، رايقة. فزي ما انتوا شايفين كده، هي اي نعم الموضوع بيبقى صعب عليها شويتين، بس يعني هي بتحاول بصراحة على قد ما تقدر. فهي بقى طالبة منكم طلب، وكمان عايزة تسلم عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا ريت بقى تكملوا الفيديو معانا لحد الاخر عشان تشوفوا هعمل ايه النهارده مع ماما. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي لايكات كتير وتكتبوا لي كومنتات حلوه تشجعني. وبما ان بقى اختها ما خلصتش امتحانات وفاضل لها حوالي اسبوع كده لحد ما تخلص، فالاسبوع ده استحالة ان احنا نخرج. فطبعا الاسبوع ده هيبقى طويل جدا على فريدة ان هي تقعد كله في البيت كده من غير خروج، لان هي لو عليها كانت عايزة تخرج من اخر يوم امتحانات. وبصراحة حقها، هي تعبت جدا في الامتحانات، وشهور الدراسة بتبقى طويلة وتقيلة جدا جدا، فهم بصراحة ما بيصدقوا ان هم يخلصوا. بس بقى احنا بنحاول ان احنا نشوف كده حاجات في البيت نعملها على قد ما نقدر، علشان تسلي وقتها كده والاسبوع يعدي من عليها. فاي حاجه بقى بتطلبها مني، تعالي يا ماما اعملي معايا كذا، تعالي نعمل كذا، فانا بوافق بقى على طول عشان تتسلى. دلوقتي بقى يا حبايبي هنعمل ايه؟ هنعمل كيكه، بس مش انا اللي هعملها، هي فريده اللي هتعملها تقريبا يعني كلها لوحدها بمساعدتي في حاجات كده بسيطه، يعني هفضل واقفه جنبها برضو، لان هي اول مره تجرب الموضوع ده. طبعا اخدت الاجازه اصلا احنا بادئين الاجازه بقالنا يوم، بس في اليوم ده هي عايزه تعمل كل حاجه. فانا يعني ايه، بقول لها ماشي في الحاجات اللي تنفع طبعا يعني. فطلبت ان هي بقى عايزه كيكه وتساعدني فيها، او ان هي تعملها وانا اساعدها فيها. فطبعا حضرت لها بقى كل المكونات والحاجات اللي هتشتغل فيها، وهي بقى ايه كتبت هتمشي. لي المقادير والخطوات في ورقه. كتبت لها كل المقادير والخطوات في ورقه، عشان ما افضلش كمان ايه اقول لها واشوف كده هي هتعمل ايه لوحدها خالص. ولو احتاجت بقى مساعدتي طبعا اكيد هساعدها. فدلوقتي بقى على طول هنبدا، بس خلي طبعا الورقه قدامك عشان ما تتلخبطيش. وانا مش هعمل اي حاجه خالص غير لو هي ايه طلبت مني. فهتبتدي بقى دلوقتي يلا، وهي بتعمل هتقول لكم هي بتعمل ايه. اول حاجه كوبايه سكر. هي دلوقتي قالت لكم ان اول حاجه كوبايه سكر، هي بتحط السكر اهو، كوبايه مليانه للاخر. بس تمام قوي كده. ماشي، انت ايه اعملي كده وانا اشيل لك الحاجه اللي استعملتيها عشان الدنيا ما تبقاش ايه متكركبه حواليك. نسمي الله بقى. بسم الله. ماشي تمام. تاني حاجه 3 بيض. ماشي، هتعرفي تكسري البيض ولا اساعدك فيه؟ ممكن اجرب في واحده. طيب جربي في واحده، قربي الكوبايه قدامك عشان تبقى سهله الاستخدام. بسم الله. لسه. لا ما تخافيش، اول مره تحاول ان هي تكسر بيضه لوحدها. لا مش عارفه. فانا هسيبها تجرب، اوعي بس تطلع بره، خليكي جوه الكوبايه. يلا. برافو. شاطره. انا حاطه لها جنبها هنا كيسه صغننه كده فاضيه، علشان ايه الحاجه اللي احط تستخدم. بقى ال3 على بعض. لا، هنحط واحده واحده علشان خاطر لو في واحده طلعت بايظه
ما يبقاش ايه حاطينهم فوق بعض. يعني دي كده سليمه خلاص نحطها. يلا نحط بعد كده اللي وراها. يلا هي اول واحده بس اللي هتلاقي نفسك. معلش ماشي، قربي الكيس بقى عندك عشان ما يسقطش. لا بالعكس، معلش معلش. يلا حطيها بقى، ماشي. ما تنسيش وتتلخبطي. السليمه اهي. يلا التالتة. جامد. ما تفعصيهاش، افتحيها. ايوه يلا شاطره كده. ايه حطينا ايه اول حاجه؟ وكوبايه السكر. بعد كده على طول ايه المكتوب؟ الفانيليا. مقص. هي سهله تتفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا هي دي عشان مش ورق؟ استني كده مقص. ماشي معلش نغسلها اسرع بس شويه عشان ايه الفيديو ما يبقاش طويل عليهم. احطها هنا؟ لا على طول هنا بقى. خلاص كده. نرمي بقى ايه في الكيسه اللي انا حطاها لك عشان كده الدنيا تبقى رايقه حوالينا، ما يبقاش الدنيا ايه متبهدله. هنحط كوبايه الا ربع لبن. لا احنا قلنا ايه؟ انا عامله لك الخطوات. ايه بقى دلوقتي؟ الاول هنضرب دول. ايوه. بعد كده بقى نحط وبعد كده نحط الباقي. يلا دي مش هتعرفي فيها قوي. بعد كده عشان يشوفوا انت بتعملي ايه. يلا هنقفل. بسم الله. يلا خلاص بقى كده احنا ايه؟ قولي لهم بقى عملنا ايه؟ ضربنا البيض مع الفانيليا مع السكر. خلاص بعد كده ايه بقى؟ يلا انا هشيل وانت اشتغلي. ماشي. هحط اول حاجه كوبايه الا ربع لبن. هشوفهولك. خلاص بالراحه بالراحه. ماشي معلش. كده كفايه. حبه كمان بس. لو عوزنا تاني في الاخر بنزود بقى. سيبي انا هشيل. معلش ماشي مش مشكله. لا معلش هي مش مصيبه ولا حاجه. ماشي. وايه كمان؟ ماشي كملي. وبعد كده ايه نبقى نمسح ونشيل. انا خايفه احط رز زيت. لا ما تخافيش. ما الازازه كبيره قوي. ماشي احنا بنخلي بالنا ان هو يبقى هو كوبايه. نص كوبايه. يلا كده كفايه. كمان حبه بس. شكرا. يلا حطيهم بقى هنا. برافو. يلا خلي الكوبايه بقى هناك. ودلوقتي ايه؟ هنضرب بقى كل ده برضه مع بعض. وبعد كده ايه نلم بقى اللي حصل هنا. دلوقتي هنحط كوبايه ونص دقيق على بقى المكونات اللي احنا ضربناها دلوقتي. هنا انا خليتها تستعمل الكيتشن عشان خاطر يبقى سهل. هو بيضرب لوحده فيعني يبقى اسهل من ان احنا نعمل بمضرب سلك او بالمضرب اللي بالكهرباء وهي مش هتعرف تتحكم فيهم. هي بالنسبه لها اسهل ده قوي قوي. يعني هيسهل عليها الموضوع جدا. الكوبايه الاولانيه مليانه للاخر. بس نفضي الزياده بقى كده. ماشي يلا بس تمام كده. ماشي. ونص بقى. وبعد كده لسه نص. احنا قلنا كوبايه ونص. خلي دايما ايدك جوه الحاجه اللي انت بتتعاملي فيها عشان خاطر الدنيا ما تتبهدلش. يلا تمام ماشي كده. حطينا كوبايه ونص دقيق. فاضل ايه بقى بعديها؟ ماشي كل ده مش مشكله يتلم. 1 كيك شيف. الباكو كله ده بيتفتح ساهل بس اعمليه كده عشان خاطر يبقى كله تحت في الباكو. لا كده بالراحه بالراحه. ماشي تمام كده. واخر حاجه ايه بقى؟ اخر حاجه ذره ملح. ذره ملح يعني ايه ذره ملح؟ يعني رشه ملح. رشه ملح صغننه خالص. يعني نحط ايه بالناحيه الضيقه كمان مش بالناحيه الواسعه. يلا كده كفايه. يعني بصي دي العلبه دي المفروض نعمل كده عشان تنزل. بس انا تقريبا زي ما انتم شايفين كده ايه يعني بساعدها في حاجات بسيطه خالص لان هي اول مره. اكيد المره الجايه هي هتتعامل بقى ايه لوحدها خالص. يلا بقى.
خلاص كده كل المكونات بقى اتضربت مع بعض كويس. هنسيبكم عشان نلم كل الهيصه دي ونجهز الصينيه ونكمل بقى ايه بعد كده معاكم. لمينا بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده هنا وجهزنا الصينيه، هي كمان اللي جهزتها بس انا حطيت لها ورقه الزبده بس، لكن هي اللي حطت الزيت ووزعته وكل حاجه. فدلوقتي بقى هنوزع ايه الخليط في الصينيه وبعدين هنعمل ايه، ندخلها الفرن. اول مره اعمل كيكه لوحدي. مش سامعينك قوي هو. اول مره اعمل كيكه لوحدي، مبسوطه ماما اول مره تخليني اعمل حاجه لوحدي. ونحطها بقى في الفرن وان شاء الله تنجح عشان من اول تجربه ليا. ماشي هاتي كده بقى، انا ايه انزلك شويه اللي فاضلين دول عشان معلقه. عايزين ينزلوا بقى ايه بالمعلقه، وبعد كده بقى ايه نبقى نرجع لهم بالنتيجه بقى باذن الله. قولوا لهم بقى يحطوا لك لايك، يكتبوا لك كومنت اللي نفسك فيه قوليه. حطوا لايك لا بقى. بصي لهم طيب. حطوا لايك واكتبوا لي في الكومنتات عايزين نطلع مع ماما تاني ولا لا. لا هم ان شاء الله يعوزوك، خليهم يكتبوا لك في الكومنتات ان ايه يا رب تنجحي والنتيجه تطلع حلوه. وخلي ماما ايه ادعوا لها بقى عشان كده. النتيجه لسه، ادعوا لها بقى عشان النتيجه لسه ما طلعتش. خلي ماما تشجع ان تخليني اعمل حاجات تانية بقى لوحدي في المطبخ. ماشي ادينا بنجرب كده واحده واحده. خلاص الحاجه اللي بلاقيها مناسبه بخليها بوافق عليها. يعملوا كده. خلاص بس كده حلوه قوي. هنروح بقى ايه ندخلها الفرن وان شاء الله ان شاء الله نرجع لكم بالنتيجه، سواء نجحت ما نجحتش هنقول لكم عملنا ايه. خلاص طلعنا الكيكه من الفرن وبجد ريحتها حلوه قوي. ريحتها فعلا حلوه قوي عشان احنا حاطين فانيليا بالبرتقال بتخلي ريحتها وكمان طعمها حلو قوي. بالنسبه بقى ان دي اول مره فريده تدخل معايا المطبخ تعمل فيها كيكه نجحت يعني في التجربة. تقريبا لوحدها، لان انا ساعدتها بسيط جدا جدا، فهي فعلا نجحت في التجربه وتستاهل بقى ايه ان انتوا تكتبوا لها في الكومنتات تسلم ايدك عشان تشجعوها، وكمان تعملوا شير بقى للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويوصل للبنات الحلوين اللي زيها بقى كده، علشان هما كمان يتشجعوا بقى وفي الاجازه ايه يدخلوا بقى معانا مع امهاتهم المطبخ زينا كده، ويحاولوا ان هم يعملوا الحاجات ايه اللي ينفع يعملوها على قدهم كده، علشان ده بيبقى تشجيع ليهم وكمان بيتعودوا ان هم ايه يعملوا بقى حاجات كده بنفسهم. فما تنسوناش بقى بلايك وشير، واشوفكم على خير وباي باي.